في الفيديو ده هنشوف شوية مواقف حصلت لناس كتير، لكن الكاميرات قدرت تصورها في اللحظة المناسبة. تعالوا نشوف مع بعض المواقف دي حصلت ازاي. انا محمود المغربي، ما تنساش دعمك للفيديو بلايك والاشتراك في القناة. صلى على الحبيب ويلا بينا نبدأ الفيديو. الشخص اللي كان بيلعب تحت المية ده بصراحة كان محظوظ جدا، لان اللي حصل بعد كده كان ممكن يبقى كارثة، لكن الحمد لله ما اتصابش بأي أذى. في اللحظة اللي الشخص ده بيحاول يصلح فيها عجلة الكلارك حصلت حاجة غريبة جدا خلته فجأة يبعد عنها، لكن بصراحة كان محظوظ بشكل مش طبيعي إن يبعد في الوقت المناسب. ثواني فرقت معاه كتير على فكرة. طب ركز بس قدامك، تستاهل الصراحة، علشان المرة الجاية تبقى تبص قدامك وتاخد بالك كويس. أخينا ده في الأول هتحس إن فاهم شغله جدا، بس باين إن الكاوتش نفسه زهق منه. الشخص ده ربنا كرمه وجاب قفص عصافير، بس واضح إن مركزش وهو بيثبته كويس. طب بتجري ورا ايه دلوقتي؟ ما انت اللي غلطان من الأول، علشان انت اللي عملت في نفسك كده. أخينا اللي واقف ده بجد كان حظه حلو بشكل مش طبيعي، حتى شوفوا هنا اللي حصل. وهنا بقى لما تاخد صاحبك النحس لأي مكان، أول ما يلمس حاجة الدنيا تتقلب حرفيا. أكيد دي كانت أسوأ فكرة، إنهم يربطوا الكلب في طفاية الحريق. وهنا بقى لما تيجي تهرب من مشكلة تلاقي نفسك داخل في مشكلة أكبر منها. الكلاب دي لو متفقين عليك صدقني مش هيعملوا كده. عامل توصيل الطلبات ده بجد ما شفتش حد محظوظ زيه. أول ما خرج من المكان على طول حصل اللي انتوا هتشوفوه ده. الشخص اللي سايق العربية قدام رغم ان تصرفه ما كانش في محله خالص، لكن الحظ وقف جنبه بشكل غريب. بالفعل التسرع في المواقف اللي زي دي ممكن يقلب الدنيا في لحظة، زي ما هتشوفوا دلوقتي. الشخص ده كان فاضله سنت واحد بس والموضوع كان هيبقى بشكل تاني خالص، لكن الحمد لله الموقف عدى على خير. تخيل كده تبقى قاعد في بيتك في امان الله وفجأة تلاقي حاجة بتخبط على بابك. ده كويس ان ما كانش في حد موجود وقتها، كان الموقف ساعتها هيكون بشكل تاني. هو بصراحة لو في كتاب عن الحظ فالشخص ده المفروض يكون على الغلاف بتاعه، لان فعلا لو اتأخر ثانية واحدة بس كانت هتحصل حاجة صعبة جدا، بس ربنا سترها وعدت على خير. انت وصاحبك اللي حظكوا دايما ماشي بالعكس، تدخلوا اي شغلانة تبوظوها في لحظتها. اللي زيكم كده المفروض ياخد اجازة من الشغل اصلا. عامل التوصيل اللي قدامكوا ده غالبا ده هيكون اخر يوم ليه في الشغل بسبب اللي هيحصل دلوقتي. اهو دي بقى اخرة الفشخرة الزيادة، لما تحب تستعرض اكتر من اللازم النتيجة بتكون بالشكل ده. وهو ده اللي بيحصل لما تجيب عمال بنص التمن، ساعتها انت اللي هتدفع التمن في الاخر. الكلب ده ساعة ما شاف النمر جاي طلع جبان جدا وطلع يجري، لكن الكلب اللي كان موجود فضل واقف مكانه وقرر يواجه النمر لوحده. بالظبط كده، يعني حتى لو الباب ملزوق بأمير مش طبيعي يتخلع بالطريقة دي خالص. بصراحة ربنا ما يوقعك في موقف زي ده. المكنة وقعت على الأرض بسبب وزنها، بس الغريب إن بيحاول يعدلها من الاتجاه الغلط. يا جدع شغل دماغك شوية. وللأسف وصلنا لنهاية الفيديو، لكن الأوقات اللي دايما بقضيها معاكم بتكون من أحلى وأجمل الأوقات. مستني دعواتكم الجميلة ليا وأشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم.